السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة تاني يوم العيد، عملت بمبار وفشة. تعالوا نقول المقادير. انا غليت المية، نزلت عليها بالفشة انا مقطعاها والزور كمان. وبعدين حطيت عليها رشة من الفلفل الاسود، حطيت عليها توم، حطيت عليها كمون، والكمون اساسي يا جماعة علشان الانتفاخات. حطيت كمان ورق لوري، حطيت كمان فلفل اخضر اللي هو الحامي، وحطيت كمان حبهان. تمام كده. هسقطها في الميه كده لحد ما تستوي. هنعمل البمبار طبعا انا هعمله ني في ني. نزلت ببصلتين كبار، حطيت الملح، الفلفل، الكمون، معلقه هريسه اللي انا كنت عاملاها. بصراحه بدخلها في كل حاجه. نزلت عليها طبعا بشبت وبقدونس وكزبره. كمان الرز، الصلصه، كله ني في ني ما عدا الصلصه انا سبكتها. تمام كده. انا هاخد كميه قليله من الطبق لحد ما اخلص الكميه، علشان طبعا الرز اللي انا حطاه في الصينيه يعني ايه ما يتزفرش. نخلص الكميه. وبعدين انا غليت الميه، نزلت عليها بفلفل اسود وبصلايه برضو، بس قبل ما احط البصل والحاجات ديت انا حطيت فلفل اسود. وهنزل بالبمبار. وبعدين احط اللي انا عايزاه. احط فلفل حامي عادي، هنحط حبهان، احط كمان ورق لوري، واسيبهم كل ده. ما بحطش الملح دلوقتي الا لما البمبار يستوي. تمام كده. هقلبهم تقليبه واسيبهم لما يستوي. انا كده خلاص الفشه استوت، ما خدتش ساعه الا ربع. قطعتها. انا بسيبها تتهري علشان الفشه ما بتتهدمش، فلازم تستوي خالص خالص لما تتهري خالص. تمام. قطعت الزور. انا طبعا بقطعها طرنشات، وبعد كده بقطعها شرايح رفيعه خالص. انا جبت بشر بصلايه كبيره وتوم مفروم، ونزلت عليه بملح وفلفل. وبعدين هنزل عليهم بالفشه والزور، واقلبهم تقليبه حلوه واسيبهم يجي نص ساعه. بعد نص ساعه نزلت كده بحته حلويات هي اللي كانت موجوده عندي بصراحه، ونزلت عليها كمان بمعلقه سمنه وزيت كتير. وقمت حاطه الفشه، حطيت كمان فلفل حامي، وقطعت بصل طرنشات وفصين توم. انزلي عليهم وقلبي قلبي قلبي لحد ما تتحمر. نزلت دلوقتي بالمبار طبعا انا نشلته، ونزلت عليه بالزيت. هسيبه لما يتحمر. هنقلب يمين وشمال عشان يعني ما يتحرقش. على طول على طول على طول. والف هنا وشفا. وانا كده طلعته. قدمته بقدونس وعصير ليمون. والبمبار كمان حطيت عليه بقدونس على حبة كابوتشا صغيرين موجود. قدمت معاها سلطة الطحينة. والف هنا وشفا على قلبكم. كل سنة وانتم طيبين.